احنا بنعمل اعادة نشر الحادثة حصلت من حوالي 4 أو 5 ايام، وده ليه بنعمله اعادة نشر؟ علشان في تفاصيل بتكون جديدة، بنربط الاحداث كلها ببعض وبننقل لك الخبر كامل بكل تفاصيله. فلو مهتم اهلا بيك ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم في إعادة نشر. من حوالي 4 أيام في حادثة دهس حصلت لشاب عنده 31 سنة اسمه أحمد شعبان من المعصرة اللي في حلوان، وشغال في مدينة نصر في محل اسمه سوق السعادة. المحل ده بيبيع يميش وحاجات رمضان. دخلت عليهم ست عملت مشتريات ب 12,000 جنيه، ولما جت تحاسب قالت للكاشير بعد إذنك ممكن حد يودي لي الحاجة دي على العربية. فأحمد شعبان خد الحاجة ونقلها لها فعلا في العربية، واتفاجئ بالست إن هي مدورة العربية وقاعدة وجاهزة، ومجرد ما حط الحاجة في العربية خدت العربية وطلعت جريت. فأحمد فضل متشعبط في العربية لحد ما ايده فلتت وما قدرش يقاوم، نزل تحت العربية والست دهسته. دي الحادثة اللي حصلت. طيب فين مكان الواقعة بالظبط؟ والمكان بتاع الواقعة احنا هنعوزه علشان هنرد بيه على محامي الست دي. المكان بالتفصيل هو شارع فرعي من عباس العقاد خلف الجامعة العمالية، زي ما هو متوضح قدامك على الخريطة كده. فالمفروض ان الست طلعت من الشارع ده ودخلت يمين في عباس العقاد ومشيت حوالي 300 متر، وبعدين دخلت يمين تاني في شارع النصر. وهنا احمد ما قدرش يمسك في العربيه اكتر من كده، فوقع فايده فلتت ونزل تحت العربيه فدهسته. فالناس اتحفظت على الست لحد ما الشرطه جت وتم القبض عليها. دي كده تفاصيل الواقعة. محامي الست بيقول ان هي اللي راحت سلمت نفسها. على كلام المحامي يبقى الست كده بعد ما دهست الشاب سابت العربية وقفلتها ومشيت، خدت تاكسي ولا حاجة واتمشت لحد الاسم بتاع مدينة نصر، يعني حوالي 500 متر أو 600 متر، وراحت سلمت نفسها قالت لهم سلام عليكم أنا دهست حد. طبعا ده شيء لا يصدق. ده رقم واحد. الحاجة اللي بيعتمد عليها المحامي تاني إن الست من أثرياء المجتمع، يعني هي سيدة أعمال. فهنا هنخش في نقطة تانية أصعب من النقطة الأولى. ركزت معايا في صورة الست كويس قوي وشغلت عينك وعقلك كمشاهد، هتعرف إن الست لابسة لبس بلدي. طبعا أنا مع احترامي لللبس البلدي، أنا هنا بنحلل فيديو وصورة لجريمة حصلت وبنرد بيها على محامي المتهمة. الست هنا لابسة لبس بلدي، يعني عباية سودة، سلسلة ذهب كبيرة، قمطة دماغها بقى شرب، حط عليه اشار سايب. فسر معايا الصورة كده وقول لي انت كمشاهد شايف ان دي تنفع تكون سيدة اعمال عندها كما يقال من المحامي اسطول سيارات من ضمنها العربية البي ام الاكس 6 اللي حصل بيها الحادثة؟ انا عن نفسي مش مقتنع. ولو هي فعلا بالادلة وبالاوراق ثبتت ان هي سيدة اعمال، فانا هنا هفتح قضية تانية غير قضية الدهس، وهقول من اين لك هذا، لان منظرك جاية من تحت قوي 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 وطلعت فوق فجأة. دي مش منظر سيدة أعمال. لو فعلا عندها فلوس وهي من أثرياء المجتمع لازم يتفتش وراها كويس قوي، لأن هيطلع إن في حاجة غلط. الحاجة التالتة اللي المحامي بيستند عليها إن الست ما كانش قصدها إن هي تسرق الحاجة، ده هي اتصلت بالسواق بتاعها وطلبت له ان درايف وهيجي لها بالفلوس ويروح يدفع. انا هرد عليك هنا كمحامي بقى، وحضرتك ليه هي ما استنتش لحد اما السواق يجي؟ على كلامك انت. الحاجه التانية، احنا في زمن الانستا باي والفودافون كاش والفيزا. طب هي راحت وناسيه الفيزا بتاعتها، هترفع سماعه التليفون وهتتصل بحد تقول له حول على الرقم ده انستا باي او حول على الرقم ده فودافون كاش، الموضوع هيخلص. لكن انت تحط الحاجه في العربيه وتطلعي تجري، يبقى كده في حاجه غلط، وانت هنا متعمده السرقه. ومادام واحده بالشكل ده متعمده السرقه يبقى وراها حاجات كتير. الحاجه الرابعه، شاب متشعبط في العربيه وانت طلعتي من شارع لشارع لشارع. طب ما وقفتيش ليه مادام انت مش في نيتك انك تسرقي؟ ده حتى شعبطت الواد في العربيه تعتبر اهانه ليكي. يعني لو انت مش في نيتك السرقه، فان انا حد يجري ورايا والحساب معنى كده انك يعني انت شايفني ايه؟ المفروض هقف اقول له يا ابني ده كذا، او هحاسب بالطريقه كذا، او انا هعمل كذا. يعني هقف وهتكلم، مش هجري وادخل شارع واجري وادخل شارع لحد ما ادهس الشاب ده. فرسالتي ليك كمحامي، المحاماه زي ما هي بتكون اداه فعلا لانصاف المظلوم، ممكن تبقى اداه لدخول فلوس حرام عليك وعلى بيتك وعلى أهلك. بلاش تغير في الحقائق، لأن هي مش محتاجة إنك تغير في الحقائق. الكام مليون اللي انت هتاخدهم منها علشان تحاول تخرجها أو تجيب لها حكم مخفف، من باب أولى روحوا كلموا أهل الشاب، حاولوا تدفعوا له الدية لو قبلوها بما يرضي الله وبما يرضي القانون وبما يرضي أهل الشاب.
الشاب ده عنده 31 سنة، يعتبر هو العائل الوحيد للبيت. والده راجل كبير في السن، وأمه ست كبيرة في السن ومريضة، وعنده أخت كان بيجهزها، وهو كان بيجهز نفسه علشان يتجوز. الله يرحم أحمد، وربنا إن شاء الله يجعله من الشهداء، بس إحنا محتاجين العدل والقصاص العادل. فلو الدية أهله قبلوها فعوا الدية. حضرتك كمشاهد ممكن تقولي رأيك في التعليقات. سلام عليكم.